إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا اليوم الميمون المبارك. جاءت الأنباء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أمرا عجيبا يحدث الآن من فوق 7 سماوات. فيا ترى ما الذي حدث؟ هل حدث خلل في النظام الكوني؟ هل اصطدم نجم بنجم آخر أو كوكب بكوكب آخر؟ بل ما هو أشد من ذلك وأعظم. إذن فهل سقطت سماء على السماء التي تحتها؟ بل ما هو أشد من ذلك وأعظم. إذن فما الذي حدث؟ لقد اهتز عرش مالك الملك وملك الملوك جل وعلا. اهتز عرش الرحمن. هل تدري مدى عظمة عرش الرحمن جل وعلا؟ ففي الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة. السماوات السبع والأراضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي. وما الكرسي؟ هو موضع قدم الرحمن جل وعلا، كما قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه. وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة. والرحمن على العرش استوى، يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى. في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح يصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم ملكا من حملة العرش. وكم عدد حملة العرش؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وهل العرش يحمل بهؤلاء 8؟ كلا وألف كلا. فإن العرش لا يحمل إلا بحول الله وقوته. ففي سورة هود حينما قال جل وعلا: وكان عرشه على الماء، فأمر الله 8 من الملائكة بأن يحملوا عرش الرحمن، فقالوا: يا رب لا نستطيع. فقال: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فسيحمل بحولي وقوتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف ملكا واحدا من حملة العرش، وصف لا يخطر على قلب بشر. وكما قلت لحضراتكم الحديث رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. وصفه إيه؟ رجلاه في الأرض السفلى، في الأرض السبعة، وعلى قرنه عرش الرحمن. يعني ملك رجليه في الأرض السبعة، ورأسه جسده يخترق الأراضين السبع والسماوات السبع وسدرة المنتهى، ووصل إلى عرش الرحمن، وعلى قرنه عرش الرحمن. هذا الملك بكل هذه القوة والضخامة التي لا تخطر على قلب بشر، ماذا يشعر وماذا يقول؟ هل شعر بقوته وضخامته؟ وأبدا، شعر بعجزه وفقره إلى الله عز وجل. فإذا به يحني رأسه ويقول: سبحانك حيث كنت. وفي رواية: سبحانك ما أعظمك. فيقول جل وعلا ردا على ذلك الملك:
ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. سبحان الملك. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد الله أكبر وحق لها أن طئت ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو راكع، والذي نفسي بيدي لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله جل وعلا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. شوف عدد الملائكة قد ايه، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يدخل البيت المعمور. وأين البيت المعمور؟ في السماء السابعة، وهو قبلة أهل السماء السابعة. خد بالك، مكانه فوق الكعبة التي في مكة، كما قال ابن عباس فلو خر البيت المعمور لسقط فوق الكعبة التي في مكة. إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. منذ خلق الملائكة، وكان ذلك قبل خلق آدم عليه السلام، كل يوم 70,000 ملك يدخلون ثم يخرجون فلا يعودون مرة أخرى، وفي اليوم الثاني 70,000 ملك وفي اليوم الثالث لحد قيام الساعة. فكم عدد ملائكة السماء السابعة فقط؟ فكم عدد ملائكة السماوات السبع؟ وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أطت السماء وحق لها أن طئت. إذن فكل هذا نصفه في السماوات السبع، ورغم ذلك السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة. ومع تلك العظمة التي لا تخطر على قلب بشر من عظمة عرش الرحمن، فاهتز عرش الرحمن. ولماذا اهتز عرش الرحمن؟ فرحا بقدوم روح عبد من عباد الله، تلميذ من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. من هو؟ سعد بن معاذ. وهل للعرش حس وإدراك؟ هل العرش له حس وإدراك حتى يهتز فرحا بقدوم روح عبد من عباد الله؟ أجل، له حس وإدراك. أما سمعت قول الله عز وجل حينما قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين؟ ألم تسمع إلى قول الله عز وجل ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فالكون يسبح بحمد الله ويسجد لله جل وعلا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم والذي نفسي بيدي إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة. أما قال ابن مسعود كما عند مسلم كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي. أما قال ابن مسعود كما عند البخاري كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي. أما ورد عند البخاري أن النبي كان يخطب على جذع من النخل، فلما جاءت امرأة من الأنصار وقالت يا رسول الله ألا نصنع لك منبرا؟ فقال أجل، فصنعوا منبرا للنبي ليخطب عليه الجمعة. فلما صعد النبي في الجمعة التالية على ذلك المنبر ووضع الجذع جانبا حن الجذع وبكى وسمع له صوت كصوت الناقة العشراء، فنزل النبي وقطع الخطبة واحتضن الجذع فسكن الجذع. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو لم ألتزم الجذع لظل يحن ويبكي إلى قيام الساعة. فالكون كله يعرف ربه بل ويعبد ربه. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. سيدنا داود يقول سبحان الله، فالطير يقول سبحان الله، فالجبال تقول سبحان الله. سيمفونية من التسبيح في هذا الكون. والنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج رأى العجب العجاب، وكان من بين ما رأى ملائكة عبادتهم لله أنهم وقوف لله، وملائكة ركوع بين يدي الله، وملائكة ساجدين بين يدي الله منذ أن خلقوا وإلى أن تبعث وإلى أن تقوم الساعة. فإذا ما نفخ في الصور يقوم الملائكة
من تلك السجدة الطويلة التي بلغت ملايين السنين، فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الله. كان هذا موجز الأنباء، وإليكم الأنباء بالتفصيل. لماذا اهتز عرش الرحمن؟ تبدأ القصة بعد بيعة العقبة الأولى، حينما بايع النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من شباب المدينة المنورة، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التالية وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، ثم في السنة الثالثة بايعوا النبي بيعة العقبة الثانية. لكن بعد بيعة العقبة الأولى أراد النبي أن يترك على الحديد وهو ساخن، فأرسل مصعب بن عمير، كان أول سفير للدعوة إلى الله في المدينة المنورة. أرسل النبي مصعب بن عمير، فنزل ضيفا على أسعد ابن زرارة. أسعد ابن زرارة هو ابن خالد سعد بن معاذ. ركز بقى في الحتة دي، ابن خالد سعد بن معاذ. أسعد بن زرارة يأتي بمصعب بن عمير ويجلسان أمام بيت أسعد بن زرارة، كل حد معدي ينادوا عليه، فيسمعه مصعب بن عمير من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسلم بفضل الله جل وعلا. من الذي سمع بهذا؟ سعد بن معاذ. فكان بجواره أسيد بن الحضير، وهذا سيد في قومي وهذا سيد في قومي. فقال سعد بن معاذ لأسيد بن الحضير: اذهب إلى هذا الرجل فانهه عما يفعل. فذهب أسيد بن الحضير وأخذ حربته وذهب إلى مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة، فركز الحرب وقال كلمات كالشرار وهو يتطاير. قال: ما الذي جاء بك إلى هنا؟ تسفه أحلامنا وتسب آلهتنا وتفتن صبياننا، اعتزلنا إن كنت في حاجة إلى نفسك، وإلا فاعتبر نفسك مقتولا. مصعب بن عمير الذي تربى بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم بكل رحمة وحنان وتحنان تكلم بأسرقية. قال له: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرنا قبلته، وإلا كففنا عنك ما تكره. فقال أسيد: والله لقد أنصفت. فأزاح الحرب وجلس واستمع إلى القرآن وهو ينساب من بين الثنايا مصعب بن عمير، فتهلل وجهه حتى قال أسعد بن زرارة: والله لقد رأينا الإسلام في وجهه قبل أن يسلم. فقال له أسيد بن الحضير: ما الذي يفعل من يريد أن يدخل في هذا الدين؟ قال: تغتسل وتنطق الشهادتين. فاغتسل ونطق الشهادتين وأسلم، ثم حمل هم الدين من أول لحظة. قال: إن من ورائي رجلا لو أسلم لأسلمت قبيلته كلها. قال: من هو؟ قال: سعد بن معاذ. قال: ما عليك إلا أن تأتيني به. سيد بن الحضير راجع عمال بيفكر يجيبه إزاي، فاخترع قصة كده وراح قال لسعد بن معاذ: يا سعد بن معاذ، أدرك أسعد بن زرارة ابن خالتك، فإن قوم بني حارثة أرادوا أن يخفروك في ابن خالتك وأن يقتلوه، الحقوا قبل ما يتقتل. سعد بن معاذ أخذته الحمية، خد الحربة وجرى على هناك، فوجد الأمر على غير ما قال أسيد. الدنيا هادية وجميلة ومفيش أي مشاكل، وسعد ومصعب بن عمير جالس وأسعد بن زرارة جالس، فركز الحربة وقال نفس الكلمات التي قالها أسيد: ما الذي جاء بك إلى هنا؟ تسفه أحلامنا وتسب آلهتنا وتفتن صبياننا، اعتزلنا إن كنت في حاجة إلى نفسك، وإلا فاعتبر نفسك مقتول. نفس الهدوء. الأخلاق كل لا يتجزأ. المسلم لا يتعامل ب100 خلق ولا يلبس كل يوم 100 وجه. الأخلاق ثابتة، فتعامل معه بنفس الأخلاق. قال: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرنا قبلت، وإلا كففنا عنك ما تكره. قال: لقد أنصفت. جلس سعد بن معاذ يستمع القرآن من مصعب بن عمير، ثم أسلم. لما أسلم في نفس اللحظة عارف إن وراء واجب وأمانة، حمل الهم في نفس اللحظة وراح رايح على القبيلة بتاعته. كان ممكن ينام وبعد أسبوع يبدأ في طلب العلم وبعدين يفكر، لا في نفس اليوم نادى على قبيلته، وهم قبيلة بني عبد الأشهل، وكانت قبيلة كبيرة جدا. فنادى عليهم وكان في قمة الذكاء، فقال: يا بني عبد الأشهل. قالوا: ماذا تريد يا سعد؟ قال: ماذا تعلموني فيكم؟ لأنه لو قال لهم أسلموا كانوا قتلوه، إنما قال إيه؟ ماذا تعلموني فيكم؟ قالوا: سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإيماننا نقيبة، أنت اللي فينا يعني.
قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا، وكان ذلك سببا في نشر الإسلام في المدينة المنورة. ده الموقف الأولاني لسعد بن معاذ. ما أنا بقول لك لماذا اهتز عرش الرحمن. شوف بقى المواقف، 3 مواقف فقط. الموقف الثاني في يوم غزوة بدر، كما تعلمون في باعة العقبة الثانية أخذ النبي العهد والميثاق على الأنصار أن ينصروه داخل المدينة، ولم يأخذ عليهم العهد على أن ينصروه خارج أسوار المدينة. غزوة بدر خارج المدينة، عدد الأنصار ضعف عدد المهاجرين، فعبء الجهاد سيكون على كواهر الأنصار. خد بالك، وعدد الأنصار والمهاجرين مع بعض تلت عدد المشركين اللي هيقابلوهم. فماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال، وتأمل معي تلك الكلمات التي تنسج أو تكتب على الصدور بماء الذهب. قال أشيروا علي أيها الناس. فتقدم أبو بكر وعمر والمقداد فتكلموا وأحسنوا، لكن الثلاثة من المهاجرين، والنبي يريد رأي الأنصار، عايز يسمع كلام الأنصار. فقال أشيروا علي أيها الناس. ففطن لذلك صديق الأنصار سعد بن معاذ فقال لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. فقال أجل. فقال سعد فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أراك الله. فوالذي نفسي بيدي لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا. إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. وفي رواية أعجب من الأولى قال سعد بن معاذ لكأنك ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار، فض عن حيث شئت، روح أي مكان أنت عايزه احنا معاك، وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه وقال سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين والذي نفسي بيدي إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكان هذا. هنا يقتل أبو جهل، يقتل هنا أبو جهل، هنا يقتل فلان، في أي مكان سماه النبي قتل فيه الرجل الذي سماه. الموقف الثالث والأخير في غزوة الأحزاب وهي غزوة الخندق، اجتمع 10,000 من كتائب الشرك والكفر لاستئصال شأفة الإسلام ولقتل النبي صلى الله عليه وسلم. أراد النبي أن يعقد صلحا مع غطفان اللي هم جم ب4,000 واحد، قال نخفف الحمل شوية، نعمل معهم صلح ومعاهدة يمشوا ويسيبوا لنا 6,000. فأراد أن يصالحهم بشرط أن يذهبوا ويعطيهم النبي في كل عام ثلث ثمار نخل المدينة. فاستشار النبي السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فقال لهم ايه رأيكم اخلي غطفان تمشي واديهم كل سنة تلت ثمار نخيل المدينة؟ سعد بن معاذ استشاط غضبا قال يا رسول الله لقد كنا نحن وهؤلاء القوم لا يطمع واحد منهم أن يأكل تمرة إلا قرا أو بيعا، يا إما أضيفه يا إما أبيعها له. أفبعد أن أكرمنا الله عز وجل بالإسلام وبك أن أعطيهم التمرة؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. فخرج سعد بن معاذ ونادى على وفد غطفان وقال اذهبوا فوالله لا نعطيكم إلا السيف.
أصيب سعد بن معاذ في الغزوة بسهم في عرق فنزفت دماؤه، فقال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. ولماذا بني قريظة؟ لأن يهود بني قريظة اللي كانوا عايشين مع النبي في المدينة خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق. المدينة محصنة طبيعيا من كل الجهات إلا الشمال الشرقي فقط، فالنبي حفر الخندق هو وأصحابه من جهة الشمال الشرقي، بقية الأماكن كلها جبال ما ينفعش يخشوا إلا في حالة واحدة، لو اليهود خانوا العهد وفتحوا لهم الأبواب الخلفية. وبالفعل خان يهود بني قريظة العهد، ولولا أن الله سلم لاستؤصل الإسلام وأهله. سبحان الملك، خان اليهود كعادتهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم، فكانت الهزيمة والرجوع مرة أخرى عن المدينة بفضل الله جل وعلا. أراد النبي أن يصفي حساباته مع يهود بني قريظة اللي خانوا العهد، فحاصرهم 25 ليلة، فنزلوا على حكم رسول، قالوا خلاص نسلم بقى وننزل الحكم اللي تحكموا فينا. فأراد النبي أن يحكم فيهم، خد بالك، سعد بن معاذ. ليه؟ ليعطي الكون كله درسا في الولاء والبراء. سعد بن معاذ كان نديما وصديقا وحبيبا ليهود بني قريظة قبل أن يسلم، فبعد أن أسلم هناك مفاصلة ولاء وبراء، فقال لهم تنزلوا على حكم سعد بن معاذ، قالوا أي، فبها ونعمة عين، هو ده اللي احنا عايزينه. جاء سعد بن معاذ بعد أن دعا تلك الدعوة اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، خد بالك بقى، فتماسك الدم في العروق ولم تنزل قطرة دم واحد، دم عمال يسيح من جسمه وهو بيدعي. شوف الإخلاص، اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، الدم يمسك نفسه ولا قطر الدم تنزل. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال احكم فيهم يا سعد. فنظر سعد إلى الصحابة وقال ويرضى من ها هنا؟ قالوا له ويرضى من ها هنا، والنبي كان عن يمين فاستحى أن ينظر إلى النبي. شوف الأدب، قال ومن ها هنا؟ قال النبي ومن ها هنا؟ احكم فيهم يا سعد. قال إني أحكم فيهم يا رسول الله. فنظر يهود بني قريظة وقالوا يا أبا عمرو، اللي هو سعد بن معاذ، يا أبا عمرو حلفاؤك وندمائك، حبايبك بقى، أصحاب القعدات الحلوة بقى، ما تنسناش. فقال والله لقد آن لسعد بن معاذ أن يقول كلمة الحق لا يخشى في الله لومة لائم. فازاي؟ فقال احكم يا سعد. قال فإني أحكم فيهم يا رسول الله أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تقسم أموالهم. فإذا بالحبيب المصطفى يقول والله يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. هو ده الحكم اللي قاله لي جبريل دلوقتي، ان ربنا حكم فيهم بالحكم ده. فإذا بسعد بن معاذ، وتأمل لتلك اللحظة الرهيبة، فإذا بسعد بن معاذ يقول اللهم إن كنت قد أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقني لهم. يا رب لو كان لسه في حرب بين النبي وبين قريش عيشني عشان أنصر نبيك صلى الله عليه وسلم. وإن كنت قد أنهيت الحرب بين النبي وبين قريش فاقبضني إليك يا رب العالمين. في نفس اللحظة ورب الكعبة فانفجر كلمه جرحه، انفجر الجرح مرة أخرى بعد أن تماسك منذ لحظات، انفجر الجرح وسالت دماء سعد بن معاذ. وإذا باحتفال ملائكي سماوي ينزل جبريل عليه السلام كما عند البخاري ومسلم ويقول للنبي من الذي مات الآن من أصحابك؟ قال إنه سعد بن معاذ. قال لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. الله. وإذا بالحبيب المصطفى يبشر الأمة كلها ويقول للصحابة ومن بعدهم للأمة لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. بل وفي رواية الحاكم بسند صحيح أنه لما مات سعد بن معاذ صاحت أمه، صرخت حزنا على وفاة ابنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سعد ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه؟
وصفة الضحك ثابتة عن الله جل وعلا، ولكنه ضحك ليس كضحك المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل لقد ثبت في رواية عند الإمام أحمد بسند صحيح في جزء من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا ضحك الله إلى عبد في موطن من المواطن فلا حساب عليه يوم القيامة، يخش الجنة بغير حساب ولا عذاب. سبحان الملك. بل وفي رواية أعجب من الخيال عند ابن سعد بإسناد حسن أن الصحابة لما حملوا جنازة سعد، وكان سعد طويلا ضخما قويا، فلما حملوا جنازة سعد وجدوها خفيفة، فقالوا: يا رسول الله، والله ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد. قال: وما الذي يمنعها أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. ولا ينسى النبي سعد بن معاذ أبدا، فبعد سنوات عديدة مديدة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة من الحرير ولم يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الصحابة يلمسون تلك الحلة ويعجبون من لينها وجمالها، والحديث رواه مسلم. فتبسم النبي وقال: أتعجبون من لين هذه؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من تلك الحلة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وأختم اللقاء بهذه الكلمة: كم كان بين إسلام سعد بن معاذ وبين اهتزاز العرش لموته؟ كم الفترة؟ 6 سنوات. 6 سنوات تجعل العبد يظفر بأعظم منقبة في الكون، إن عرش مالك الملك وملك الملوك يهتز فرحا بموته. أسلم سعد بن معاذ وعمره 30 سنة، واستشهد وعمره 36 سنة. في 6 سنوات قدم كل هذه الخدمات لدين الله عز وجل، ففاز باهتزاز عرش مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أيها الأخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، ما الذي جعل عرش الرحمن يهتز لموت سعد بن معاذ؟ له رصيد عند الله جل وعلا. الله قدر أولا وآخرا أن يهتز العرش لموت هذا العبد الصالح، ثم إن هذا العبد له رصيد عند الله جل وعلا بما قدمه من خدمات لدين الله جل وعلا. ولذلك لابد من وضع بصمة لك في الدنيا قبل أن ترحل منها. لماذا جعل الله عز وجل لكل عبد بصمة تختلف عن بصمة الآخر؟ ما كان من الممكن أن تكون البصمات كلها واحدة، بل إن من إعجاز الخالق جل وعلا في هذا الكون أنه بعد موت كل من على الأرض ثم إحياؤهم مرة أخرى عند قيام الساعة أو عند البعث والحساب، لا يكتفي الحق جل وعلا بأن يحيي تلك الأبدان مرة أخرى، بل وصل التحدي إلى صورة لا تخطر على قلب بشر. قال جل وعلا: بلى قادرين على أن نسوي بنانا. ده أنا مش هرجعك بس زي ما كنت بالملي، ده حتى بصمات صوابعك هرجع لك زي ما هي بالملي. بعد أن مات الإنسان وأكل الدود لحمه وجلده وكل شيء ولم يتبقى منه إلا عدب الذنب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: بلى قادرين على أن نسوي بنانا. فاختلاف البصمة لها حكمة، فكل عبد لابد أن يكون له بصمة. جئت الدنيا لا لتأكل وتشرب وتلهو فقط، لا، وإنما جئت أولا لتعبد الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم لتعبد الكون كله لله. قالها تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم ربعي بن عامر حينما سأله رستم قائد جيش الفرس: من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن العبد جبل على حب الأجر، والدليل على ذلك ما رواه مسلم أن امرأة رفعت صبيا صغيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله،
ألهذا حج؟ يعني الصبي الصغير ده ينفع أخذه يحج؟ فسألت سؤالا واحدا فرد النبي بإجابتين. ألهذا حج؟ قال أجل ولك الأجر، مع أنها سألت هل هذا حج ولم تسأل هل لي أجر أم لا. لكن النبي لأنه يعلم أن الإنسان جبل على حب الأجر فأراد أن يحفزها لأن تأخذ ولدها إلى مواسم الطاعة، قال أجل ولك الأجر. ومن أجل ذلك ربط النبي بين كل طاعة وبين جنة الرحمن جل وعلا، لأننا طلاب جنة، والنبي دائما كان يرتقي بأرواح الصحابة والمؤمنين من بعدهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. من يحفر بئر روما وله الجنة، من يجهز جيش العسرة وله الجنة، أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، من يفعل كذا وهو وله الجنة، من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة. دائما النبي لا يتاجر مع الصحابة والأمة إلا بالجنة، جنة عرضها السماوات والأرض، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. بل قال كما عند مسلم ما الدنيا، كل الدنيا، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، ولا حاجة. ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالما ومتعلما. فالنبي ربط كل طاعة بالجنة، بدءا من النطق بكلمة التوحيد، من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. الأذان، من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة 8. الصلاة، من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى البردين دخل الجنة. الصيام، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. الزكاة والصدقات، من تصدق أو من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة 8. الحج، والحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة. طلب العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق إلى الجنة. الجهاد، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله. البر الوالدين، الوالد أوسط أبواب الجنة. كل الطاعات وهكذا، ما من طاعة إلا وربط النبي بينها وبين الجنة، من أجل أن يحدو النفوس إلى مجاورة الملك القدوس في جنته سبحانه وتعالى. جاءت الدعوة من عند الله، وجاءت الدعوة من عند رسول الله، وبها أختم الخطبة. المولى عز وجل يقول والله يدعو إلى دار السلام. جاءت الدعوة من عند المولى عز وجل، بل وجاءت الدعوة مرة ثانية من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري والترمذي، واللفظ للترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبي اضرب له مثلا، فقال اسمع سمعت أذنك واعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى في تلك الدار بيتا ثم أعد مأدبة ثم أرسل رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب ومنهم من أبى، فالله هو الملك. ده تفسير الكلام اللي في المنام ده. فالله هو الملك، والدار الإسلام، والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول صلى الله عليه وسلم، من أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. فحياتك كلها لابد أن تجعلها طاعة لله جل وعلا، لأن من أسماء يوم القيامة الكثيرة من بين الأسماء أن المولى عز وجل سمى يوم القيامة بيوم الحسرة. قال جل وعلا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إيه اللي شغل الناس عن ربنا؟ الدنيا. قال جل وعلا بعدها إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الله. حصر على من؟ على المؤمن وعلى الكافر. على المؤمن أنه ما ازداد إيمانا وطاعة لله، وعلى الكافر على أنه لم يؤمن بالله جل وعلا، فتكون حسرة على هذا وعلى ذاك. إذن
فواجب علينا أن نغتنم كل لحظة في طاعة الله جل وعلا. في دقيقة واحدة يبنى لك بيت في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: من قال قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. في دقيقة واحدة يغرس حول بيتك 50 نخلة، كل نخلة ساقها من ذهب. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وهكذا الأعمال يسيرة وأجرها عظيم فوق ما يخطر على قلب بشر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في اليمن، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم احسن ختامنا أجمعين. اللهم اجمعنا هكذا في عرفات العام القادم يا رب العالمين. اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة. اللهم رد الحجاج إلى بلادنا سالمين غانمين. اللهم تقبل منا ومنهم يا رب العالمين. اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب يا علام الغيوب. اللهم اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.